وماذا بعد؟ أزمة النادي الأهلي مع اتحاد الكورة، 3 سيناريوهات مفيش غيرهم. السيناريو الأول وهو تطبيق اللائحة، إن الأهلي يتخصم منه 6 نقاط وبذلك يقر النادي الأهلي إن هو هيستكمل الدوري عادي. نمرة 2 إن النادي الأهلي يكمل انسحابه من الدوري تماما ويصعد الامور للفيفا، وبذلك النادي الاهلي هيوقف الكرة في مصر. وخد عندك كمان ان النادي الاهلي متضامن معاه سيراميكا كليوباترا ابو العينين، محمد مسلحي الاتحاد، انبي ايمن الشريعي، الاسماعيلي، مودرن فيوتشر. نمرة 3 حل اداره اتحاد الكوره والرابطه اللي ملهاش شرعيه من سنه، يعني الافراد دي كلها تتغير، وبذلك النادي الاهلي بيقول لك انا اكمل الدوري عادي. هي دي اللي حاططها النادي الاهلي عقده في المنشار، ولا يقدروا يخصموا 6 نقاط، ولا الدوري ده هيستكمل اساسا، ولا في كوره في مصر هتتلعب طول ما النادي الاهلي قال لك مفيش كوره هنا. وده اسقاط علني رسمي ان النادي الاهلي هو نادي الدوله، هو النادي الاكثر شعبيه في الوطن العربي وفي العالم كمان، ولو مش عاجبك شد في حواجبك.